سلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. مدرب الجزائر يثور غضبا في وجه الصحفية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز بعد أن أهانت المنتخب الجزائري. لكن قبل ما نشوف ونبص الصحفية بنت الإيه دي عملت إيه، يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وكمان تقولوا لي عن رأيكم في المجموعة العشرة اللي وقع فيها المنتخب الجزائري في كأس العالم. هل يا ترى الجزائر هتفوز على الأرجنتين، أو حتى تتعادل معاه، أو هتخسر؟ وهل هتعدي الجزائر والأردن للدور الثاني مع بعض؟ بعد نهاية قرعة كأس العالم توجهت الصحفية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز المثيرة للجدل نحو مدرب منتخب محاربي الصحراء بيتكوفيتش، ووجهت الصحفية مجموعة من الأسئلة المستفزة ليه، وكان من بينها السؤالين دول: هل يا ترى تستطيع الجزائر الخسارة ضد الأرجنتين بأقل نتيجة ممكنة؟ وكم سيسجل الأسطورة ليونيل ميسي من أهداف على شباك منتخب الجزائر في آخر بطولة كأس عالم هيشارك فيها؟ فكان رد بيتكوفيتش في قمة الغضب وقال لها: أنتم تستصغرون المنتخبات العربية دائما، وأريد أن أذكرك أيها الحمقى أن المنتخب الأردني هو وصيف كأس آسيا وصاحب المرتبة الثانية بعد منتخب قطر وأقصى اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا. والمنتخب التونسي تمكن من هزيمة بطل نسخة 2018 المنتخب الفرنسي. والمغرب فاز على البرتغال وإسبانيا وبلجيكا. والمنتخب السعودي فاز على أسطورتكم ومنتخبكم ميسي والأرجنتين. والجزائر بطلة أفريقيا 2019 وبطلة العرب 2021. ألا يكفي هذا لكي تتعظوا من التاريخ أيها المتعجرفون المغرورون؟ كفاكم تباهيا بأنفسكم. الجزائر والأردن سوف يتأهلان مع بعض، وستقصى الأرجنتين والنمسا. وتذكري كلامي جيدا: